أغلبنا كأمهات قلبنا حنين وبنحب ولادنا، ومن غير ما نقصد مش عايزين نتعبهم ونفسنا نسعدهم، فبنركز نفرغ أولادنا لمذاكرتهم، وبنبذل إحنا مجهود بدلهم كبير عشان نوفر لهم كل متطلبات الحياة ونوفر لهم كل طلباتهم. بيتهيأ لنا إنهم لو اتعلموا كويس حياتهم هتبقى ناجحة، ولما يتخرج ويشتغل مش بنشركه في أي مسؤوليات معانا، بس بنقوله شيل نفسك. ولما نبقى عايزين نجوزه احنا بنشيل هم ازاي نساعده، ازاي نوفر له شقة ومتطلبات الجواز. مش بس كده، بندور له كمان على عروسة بتشتغل عشان تساعده في حياته اليومية، او تشيل طلباتها، هي زي ما بيقولوا تشيل نفسها. لا كمان، واهل العروسة لازم بيجيبوا معاه او يساعدوه في البيت، بيساعدوا في تجهيز البيت اللي هو مفروض باسمه. وبعدين في الاخر نقول هي الرجاله ليه مش بتتحمل المسؤوليه، يعني بنربي غلط وبعدين بنلومهم. احنا كده من غير ما نقصد حبنا ليهم وخوفنا عليهم قضى على سعادتهم، من غير ما نشعر خليناهم ملهمش قيمه، لان تعبهم وبذلهم وانجازهم ومسؤولياتهم عن اللي حواليهم وعن نفسهم بيشعرهم بقيمتهم، وقيمتهم دي هي اللي بتسعدهم. طبعا في امهات بيبهروني، ابنها لسه في تانية اعدادي وما شاء الله عليه راجل، هي دايما حطاه قصاد المسؤولية. هي فاهمة ان حياته مش دراسة وبس، وان نجاحه في الحياة في قيمته، في ان هو يعمل لنفسه حاجة بنفسه، ويشعر بمسؤوليته عن اللي حواليه. فالمسؤولية تربية من وهو صغير.